سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. انا بخير والحمد لله. اليوم راح ندير معكم وصفتين في فيديو واحد. الوصفة الاولى اللي هي عصير اليقطين ولا الكابويا ولا القرعة الحمراء، يعني كل منطقة وش يسموها، بمقادير بزاف هايلة، مقادير بسيطة عفوا، والذوق رائع رائع رائع، وتعطينا كمية هائلة، يعني كمية لا بأس بها. النوع الثاني حبيباتي اللي هو الياغو المنزلي ولا الياوخت المنزلي، بطريقة هوة بسيطة، مقادير متوفرة في كل بيت يعني، والنتيجة مضمونة، يجي رائع رائع. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، نبداو بالصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوفوا المقادير. نبداو بالعصير. هنايا حطيت كميه من اليقطين اللي كنت حوالي كيلو ورطل، غسلتها بالطبع هكذايا وقطعتها على هكذا قطع عشوائي. درت لها 3 ملاعق تاع السكر ولتر تاع الماء، ودرتهم فوق النار يطيبوا، يعني خليه حتى يطيب مليح مليح مليح. بعد ما يطيب لي انا هنايا نصفي الماء تاعو نحطو بجيه، واليقطين ديالي نروح نحطو في الطاس تاعي تاع المولينكس باش نرحيه. حطيته هكذايا. عندي 2 علب تاع ياوخت ذوق المانجا، يعطيني ذوق بزاف هايل، وعندي كاس تاع عصير البرتقال، وهذاك الكاس او فيه يعني العصير اللي طاب فيه المانج ديال عفوا الكابويا ديالي. هكذا حطيت كميه من الماء اللي طاب فيه الكابويا، وحطيت كاس تاع عصير البرتقال، وزدت حطيت هذوك 2 علب تاع الياوخت ذوق المانج. هنا لازم ديروا ذوق المانج باش يعطيني واحد الذوق بزاف هايل هايل في هذا العصير، ما تحسوش كامل بلي راكم تشربوا في العصير اليقطين، والله ما تحسوا له. هكذا رحيتهم انا مع بعض مليح، يعني نرحيهم بيان، وخليت هذيك الكميه تاع الماء اللي طاب فيها اليقطين ديالي بجيه هكذا، باش كي نصيب القوام تاع العصير ديالي ثقيل نبدا نخففه بهذاك الماء اللي طاب فيه بهذا الشكل. والسكر حبيباتي نتوما والذوق ديالكم، يعني انا اكتفيت بالسكر اللي درتو في الاول هكذايا، قلت لكم اكتفيت بالسكر اللي درتو في الاول، وانتوما على حسب الذوق تاعكم. كاين اللي يحب الحلاوه بزاف يزيد السكر. هكذا انا زدتو ثقيل هكذايا كي رحيتو، زدت له كميه الماء اللي طاب فيها بهذا الشكل، خففته يعني حتى نتحصل على القوام اللي راني حباته، يعني ما حبيتوش ثقيل بزاف. صراحه العصير هذا حبيباتي يعطيكم كميه بزاف هايله، يعني ما شاء الله يدير لكم قريب حوالي 4 لترات تاع العصير. شوفوا انا القوام اللي تحصلت عليه، يعني ما حبيتوش ثقيل بزاف. شوفوا هكذايا تحصلت يعني على نتيجه رائعه وذوق بزاف بنين، يعني مام هذاك الياوخت اللي درناه له يعطي له ذوق المانج، اصلا تحسوا روحتكم تشربوا في عصير المانج، ميم با ماشي عصير تاع اليقطين، يعني والله غير الصراحه تحسوه عصير المانجا. حبيباتي شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، انا ماذا بيا تجربوه لوليداتكم، خاصه بما انه راهم في الامتحانات كما قلت لكم، يزيد لهم في التركيز، يعني نعرفوا اليقطين بزاف فيه فوائد. وهذه هي هاوليك القوام اللي تحصلت عليه. من جهه واحده اخرى نروحوا نحضروا الياوخت تاعنا. عندي 2 لترات تاع الحليب، اللتر الاول راني غليته هاوليك في الغيسيبيون ديالي، واللتر الثاني راني حطيته يغلي. هذا اللتر الاول غليته وخليته برد، يعني بعد ما غليته خليته برد. حطيت عليه 2 ملاعق تاع اللحظه اللي هي غبره الحليب ولا حليب غبره، وحطيت حوالي ملاعق كبار، حوالي 5 ملاعق كبار تاع السكر. هنا السكر يعني درت 5 ملاعق، من بعد كي دقت صدتو صامت، يعني زدت له السكر نتوما وعلى حسب الذوق تاعكم. حركتهم هكذا مليح 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 في هذيك اللتر تاع الحليب ديالي هكذا بهذا الشكل. قلت لكم حركوه مليح 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 حتى يذوب كامل هذاك السكر. من بعد حكمت 2 علب تاع ياوخت هذا يكون بذوق الفراوله، انا الياوخت تاعي حنديرو ذوق الفراوله.
وانتوما واش حبيتو، يعني تحبوا تستبدلوا ديروا ذوق الموز ولا واش حبيتو ديروا. يعني الياغورت ديروه على حسب الذوق اللي راكم حديروه تاع الياغورت ديالكم. هكذا بهذه الطريقه هبطت كامل هذوك الزوج علب تاع الياغورت، خلطتهم هما تاني مليح هكذايا. من بعد حطيت عليهم لاباط تاعهم تاع الفراوله، يعني عطر الفراوله يعطيني اللون ويعطيني الذوق، يزيد يعزز لي يعني النكهه تاع الياغورت ديالي هكذا بهذا الشكل. ومن جهه واحده اخرى يعطيني اللون. تحصلت على هذا اللون، يعني نتوما ديروا ملعقه كبيره تاع لاباط داغوم هكذا باش تجيكم سوا. من بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات حطيت اللتر الثاني وهو سخون، يعني بعد ما يفيض لي نحطه وهو سخون هكذا بهذا الشكل. انا هنايا دقت الياغورت تاعي، لقيته شويه ماشي حلو بزاف، زدت له 2 ملاعق كبار تاع السكر، يعني في 2 لتر درت حوالي 7 ملاعق كبار تاع السكر. وكما قلت لكم في الاول انتوما والذوق ديالكم كل وحده والحلاوه اللي يحبوها وليداتها هكذا بهذا الشكل. بعد ما خلطته مليح حكمت الغيسيبيون تاعي اللي راني نروبو فيه، يعني نخليه باش يبات فيه. نصفي، لازم نصفي كلش هكذايا بهذا الشكل، ونغطي عليه ونخليه يبات ليله كامله. انا حطيته فوق سطح العمل فوق البوطاجي في المطبخ، ما غطيت عليه ما والو، خليته هكذا. صراحه تحصلت على نتيجه بزاف رائعه. قلت لكم خليته فوق سطح المطبخ، يعني ما غطيتوش كامل، يعني ما تامنوش النتيجه كيفاش تحصلت عليها بزاف هايله بلا ما غطيته بلا ما خمرته بلا ما والو. انا درته في الليل وغد من داك شوفوا الصباح ديجا برك لقيته رابلي. شوف ها تحسوه كي شغل رايب، يعني تحصلت على نتيجه بزاف هايله. والوصفه هذه انا معتمدتها من زمان. ولادي كي كانوا صغار ديجا كنت نديرها لهم، خاصه في الصيف كنت نديرها بزاف وندير لها قطع تاع الفراوله، يعني لافخاز كان في وقت الصيف لافخاز نقطع لها قطع تاع الفراوله يجي بزاف رائع. شوفوا كيفاش يجي ياغو، يعني 100% بزاف بنين ما عندي ما حنقول فيه. نتيجه بزاف مضمونه ويعني ناجحه 100%. نتمنى تجربوها لوليداتكم تفرحوهم بها. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون خفيف ظريف عليكم وينال اعجابكم ورضاكم. ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. حبيباتي نستنى منكم غير الدعم واللايك، وتاكدوا ما نبخلش عليكم ونجيب لكم دائما الجديد ثم الجديد. شعارنا الاقتصاد كيما مولفتكم حبيباتي. بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. شوفوا لي هذاك الياغو كيفاش يسيل هكذا، يعني يجي ما شاء الله بزاف بنين رائع. شهدكم في الجنة حبيباتي. نقول لكم استودعتكم الله وحفظه، وسلام في فيديو آخر إن شاء الله.